ازيكم احلى متابعين، عاملين ايه؟ هبدأ الفيديو بتاعي بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. خلاص العيد خلص بقى، وانا كنت نزلت لكم جزء من الرحلة بتاعتي اللي انا رحتها في العيد، ورحنا مصيف بدري شوية في شهر 6. رحنا مطروح، فصورت حاجات كتير قوي، نزلت لكم اجزاء منها، وده كده يعتبر الجزء بتاع السوق اللي انا بدأت بيه الفيديو. ده اسمه سوق مصر، ده موجود في البوسيت. البوسيت ده يعتبر يعني اخر الكورنيش، جنبه على طول الليد وجنبه على طول العوام. يعني انا ما بنزلش، يعني دايما بقالنا سنين بننزل في المنطقة دي، يا الليدو يا العوام وجنبه البوسيت. بالنسبة للسوق ده اسعاره عالية شوية، لكن حاجاته حلوة الصراحة. يعني كان عندي دول اللي باينين الصغننين دول، ريتال وسبب بنات اختي، عندهم المايوهات اللي هي شورت كده ونص كم. طبعا لهبت لهم جسمهم، فجبنا من السوق ده مايوهات بكم وبنطلون طويل. احنا ما نقصدش ان العيال تطلع حشمة، لا، احنا عايزينها ان هي جسمهم يعني يتحمي من الشمس، تمام، لان هم كده كده لسه صغيرين، مش مفروض عليهم حاجة دلوقتي. فهناك الحاجات في حاجات حلوة، ويعتبر حاجات جودتها حلوة بس سعرها عالي شوية. فأنا كنت بصور هنا، كانت الدنيا رايقة، يعني كانت الدنيا تعتبر هنا رايقة شوية. شايفين السوق يعتبر كده فاضي، فزي ما انتم شايفين المحلات فيها كل حاجة. بس اكتر حاجة كنا بنقعد نقف قدامها هي البناطيل دي، البناطيل اللي هي الملونة دي، اللي البنات دلوقتي بتلبسها، يعني بتخرج بيها، بس هي المفروض يا اما بيت يا اما بحر. انا بحب اجيب منها السادة، وبحب اجيب منها الخامة اللي هي السي واي، بتستحمل اكتر. لكن لو جبت منها الخامة اللي هي القطن الفسكوز، لا، مش هتستحمل معاك خالص، وبتتقطع من الحجر، ولا مش عملية، وبتكش مع الغسيل وكده، فما انصحش بيها. كمان هتلاقي اسعارهم احسن من اللي بيبيعوا على البحر، عشان في بيمشوا على البحر كده بشماعات كده وبيبيعوا، لا، اغلى من الاسواق. هنا بقى بدأت لكم بقى جولة في سوق ليبيا، وبرضه رحت الصبح عشان يبقى في الروقان. هنا في السوق ده اسمه سيوة، بيبيع المنتجات بتاع سيوة. بصوا، خطير خطير. بيبيع زي ما انتم شايفين السجاد العربي ده، وممكن في منه شنط، وفي منه كسوة بتاعت الانتريه، وفي منه كمان منتجات الملح. بيبيع حاجة كده، يعني مجسمات كده معمولة بالملح، واباجورة معمولة من الملح، تسحب الطاقة السلبية كده، يعني تحفة. اللي على الشمال ده دخلت السوق، وهنا وقفنا عند الراجل الحلو ده، شربنا قصب. وهنا احنا لسه بره السوق، كنا بندور على شابوهات للبنات. برضو لقيت ان انا لما اشتريت شابوه من الشابوه الازرق اللي انا كنت لابسه ده من سوق مصر، لا، لقيته هنا ارخص. اتصدمت من السعر، انا مش فاكره كنت جايباه ب100 وكام، لقيته هنا بيبدأ من 70، يعني تقريبا فرق 40 جنيه. فلا، حاجات سوق ليبيا على فكره اسعارها احسن بكتير. وهو زي هوريلكوا دلوقتي جولة فيه خاص بمستحضرات التجميل والعطارة والزيوت. لو عايزين بقى تجيبوا بقى خضار واكل وكده، يبقى هتنزلوا بقى على سوق اسكندريه. يعني بصوا، كل سوق كده وليه ايه حاجته. دخلت السوق في القهوه دي، ممكن تروحي انت تتسوقي براحتك، وبالليل بتبقى زحمه موت، وتقعدوا وزوجك يقعد بقى بالمشتريات، اشتري وحط اشتري وحط، يقعد بالمشتريات على القهوه دي. الرصيفه هناك كلها متلونه كده بالابيض واللبني، اللي هو لون التاكسي اللي عندهم، يعني دي علامة مميزة هناك. دي كده هنا دخلت السوق ده، ما بندخل من الدخلة دي الدنيا رايقة، واصلا محافظة امان، الامان البوليس في كل حتة كده، تلاقيه ماشي كده بعربيته كده الصراحة. واهل البلد نفسهم محترمين، ولا بتوع معاكسات ولا بتوع الكلام ده الصراحة. يعني ده اللي انا بحسه في البلد، ان حتى احنا ناس غرب ستات لوحدنا بنمشي بامان. الراجل ده وقفنا، ودايما بيعملوا الحركة دي، يقول لي خدك شمي كده، يجيب كمون صحيح، ويفركه كده ويحطه في ايدك. انا بموت في الكمون، احبه في الاكل واحبه شرب وكل حاجه. اختي ما بتطيقهوش، فيعمل لها كده في ايديها، خدي، بيفرك لها على ايديها الكمون. اتصدمت عشان هي ما بتحبوش، بيتعب لها معدتها، مع انه المفروض مهدئ للمعده يعني. فقال لنا دوقوا البلح ده. دقته في جنبه على طول بلح اسمه ايه يا ربي، بالسمسم. بس البلح ده لازم تفتحوه يا جماعه، عشان احيانا بيبقى بايظ من جوه.
دي بقى المنتجات بتاعتهم، كريمات ومخمرية وحنة. وبص هو عامل على اليمين مستحضرات تجميل وعلى الشمال عطارة، او العكس يعني. انا بقى كنت بدور على حليب جوز الهند اللي اختي ماسكاه ده، حليب جوز الهند اللي انتوا شايفينه ده كان سعره 25 جنيه. يمكن يغلوه في الموسم، مش عارفة الصراحة. بس انا كنت جبت منه كمية، كانت واحدة مدياني فلوس عشان كانت عايزة منه كمية. وتأكدت كمان من الصلاحية بتاعته. تأكدوا لما تيجوا تشتروا من هناك حاجة، تتأكدوا من الصلاحية، ممكن تبقى حاجة مركونة عندهم ولا حاجة، لان مش هنعرف نرجع لهم نبدلها. ده كده الشكل المحل. وشايفين العطارة بيبقوا عاملينها ازاي. الصراحة الحاجات بتاعت العطارة، التوابل هناك تحفة، بريميوم درجة اولى يعني الصراحة. ده كده دخلت السوق. الحاجات اللي متقفلة دي الناس لسه ما فتحتش، لان احنا رايحين الصبح، فانا قصدي اروح عشان اعرف اصور. هو محدش على فكرة قال لي ما تصوريش، يعني عادي، شايفيني بصور عادي. في برضو ملابس اهو للولاد، دي حاجات رجالي اهي. في طبعا لعب اطفال، ودي اللي انا اشتريت منها اللي اختي ماسكاها دي كده لعب اطفال. في هتلاقي المخللات، مخلل الزيتون اللي هم مشهورين بيه، وزيت الزيتون اللي هم مشهورين بيه. وده طب العطارة دي بقى في كل حتة، يعني اللي هو عنده حساسية في مناخيره ما يخشش سوق ليبيا، ان هو ريحته اصلا عطارة. انت تخش كده ريحته عطارة. ودايما كل حاجة يدالك في الكيس الازرق. الكيس الازرق ده الماركة المسجلة بتاعتهم. كده دي بقيت المستحضرات التجميل بقى، كريمات وحمامات كريم. انا اشتريت منهم حمام كريم. بتلاقي حاجات كمان ماركات بتبقى متهربة جاية من ليبيا على طول. في حاجات يعني في حاجات ممكن ما تلاقيهاش. ده كده ملح السبا ده اللي هو ملح الحليب. وشايفين هنا لعبة اهي، والحاجات بتاعة البحر. لا اصلا يعني اغراءات ان تخش بس يبقى معاكوا كام الف كده عشان تشتري. بس يعني بما ان الحاجة غالية، ما بقتش رخيصة زي زمان. زمان كان لا كان حاجة اسعار غير دلوقتي خالص. لان انا بروح مطروح دي من واحنا صغيرين خالص، يعني بروحها من التسعينات. ما كانتش كده، يعني عايزه اقول لكم ان البلد كانت اروق من كده بكتير. لكن هو سوق ليبيا بنفس الشكل، والصراحه فل يعني. هم المكان منظم ومترتب، الارض زي الفل. هم منظفين دنيتهم جوه الصراحه في سوق ليبيا، ويمكن ياخدوا بيدوا يعني. اللي انا ماسكاه في ايدي ده اللي هو التقليد بتاع شيجلام، اللي هو بيتحط على الخدود. فانا كنت بسميه زمان روجاجو، اللي هو التنت يعني، تقريبا اسمه تنت. معلش في الميك اب على فكرة. ففي مكياجات برضو، يعني هتلاقوا حاجات مكياجات، ماركات مجهولة المصدر وماركات تقليد للأصلية. هتلاقيها برضو هنا في سوق ليبيا. وهنا ده بيركب عطور. كل المقفل ده الناس لسه ما فتحتش. ودي برضو عطارة عطارة عطارة. دي هتلاقيها في كل حتة، في كل حتة. اللب بقى، اللب الابيض ده هتلاقوه في سوق اسكندرية، مش هتلاقوه هنا. لقينا شباشب برضو. الشباشب انا مش عارفة غليت ليه كده يعني. الواحد كان بيجيب الشبشب ب10 15 جنيه زمان من كام سنة، بيبقى شبشب محترم. ده لا دلوقتي يمكن الشبشب من 50 فما فوق، ما فيش اقل من كده، مش هتلاقي اقل من كده. شبشب حمام عادي يعني. فمش عارفة الاسعار رايحة بينا الصراحة لغاية فين. آه هنا برضو ده تقريبا ايه، دي شباشب حاجات اطفال، شباشب اطفال وحاجات اطفال والتيشيرتات والشورتات الرجالي والاولادي. برضو ده بص الله اكبر على الرص، الله اكبر. بيعجبني اوي رصتهم للحاجة، اصلا رصتهم في حد ذاتها بتبقى عايزانا اشتري له. منتجات فازلين اهي، بليس. في حاجات على فكرة اصلية، مش كله تقليد يعني. المقصات، اللمشات، الفرش. زي ما انتم شايفين مونوكير اهو. ماما كانت عايزة المراية دي، قالت لنا نجيب لها واحدة اللي هي بتتحط في الشنطة، اهي اللي انا ماسكاها في ايدي دي. ف مش عارفة كانت سعرها كام، مش متذكرة الصراحة. فعملت لكم كده جولة بسيطة في سوق ليبيا اللي انا بموت فيه الصراحة. والصراحة اهله والناس طيبين كده ومحترمين، ودايما انا بسكن جنبه. فدي ميزة، دي ميزة ان انا ساكنة جنب اشهر سوق في مطروح. اخر حاجة بقى وقفنا عند الراجل الطيب ده اللي بيكنس ده. وشايفين المحل بتاعه ما شاء الله تبارك الله. برضه عنده الميك اب اهو. كنت بسأله على الميك اب اللي هو 2 في 1 ده. وجبنا من عنده الصابون الطبي. فطلع لنا الصابون اللي هو السداسي اللي انا ماسكاه في ايدي دي، وقال لي ده
هو كان غالي شوية، وقال لي ده ليه كذا نوع، ليه 4 انواع باين، كل لون او عمال بيطلعوا لي يقول لي كل لون ليه نوع 4. بس كان غالي شوية، فخدنا النوع اللي هو بيشاور لي عليه ده، اسمه روكا، وموجود على فكرة يا جماعة في القاهرة عند اي عطار، عند اي عطار، والاسواق اللي هي بتاعت صنع في مصر وصنع في الصين والحاجات دي. اسمه روكا، حلو قوي للوش بقى، وفي منه للجسم، صابونة الكركم، صابونة اللبان الذكر كده يعني. فده كده كانت اخر حاجة اشتريناها. صابون ده برضو كان طلب ماما ان احنا نجيبه لها. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. متنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واسف سارة وتعليق اكتبولي تحت في التعليقات. يلا سلام عليكم.